اصدقائي، شلونكم؟ وياكم حسين من قناه المقنع. طبعا بعد ما اقول السلام عليكم، لما اقول السلام عليكم اكو تعليقات يقولوا لي انت دا تقول السلام عليكم. المهم راح اغيرها بمرحبا اصدقائي، شلونكم؟ فالمهم احنا خلينا ندخل بالموضوع. حبايبي اللي اجهزه المتوسطه وحتى القويه راح يفيدك هذا التطبيق. طبعا هذا التطبيق موجود بالاجهزه القويه، لكن المتوسطه اكو بيها واكو ما بيها. فاذا مكان ما عندك بالاجهزه المتوسطه هذا التطبيق راح اخلي لكم اياه تحميل مالته بالوصف. واما اللي راح يجون اجهزه ضعيفه راح يقولون لنا لعد ليش احنا ما تنشر لنا شيء، او ليش هذا يفيدنا او لا. انا الصراحه ما ادري، ما جربته على الاجهزه الضعيفه. انتم حملوه، اعتقد يجوز يفيدكم. او اذا ما فاتكم انا شارح ترى للاجهزه الضعيفه، هسه راح يطلع لكم هذا الفيديو. انا شارح عن الاجهزه الضعيفه وحتى المتوسطه والقويه، تنظيف الجهاز وتسريع الرامات، حتى تصير اللعبه عندك صاروخ. حمل ذاك التطبيق اللي راح يظهر هسه، هذا ظهر الفيديو عندكم. هذا احسن تطبيق للاجهزه الضعيفه والمتوسطه وحتى القويه. المهم نجي على الاجهزه المتوسطه والقويه، يحملون هذا التطبيق. والاجهزه القويه اصلا هو عندهم بالاجهزه الحديثه كلها موجود هذا التطبيق. نحمل هذا التطبيق. من تجي تضغط داونلود، خلينا نشوفكم كيف راح تنتظر هنا نص دقيقه. هذه العداد دا يظهر هنا، ننتظره شويه لحين ما يظهر التنزيل. مثل ما تشوفون اكتمل العداد، بعدها نجي نضغط على الداونلود. انا محمله، ما راح اضغط. طبعا هذا الجهاز جي 7 كان ما بي هذا التطبيق، انا حملته وسويته. طبعا حملنا هذا التطبيق راح يطلب منك تطبيق ثاني، يعني ما يشتغل بعض الاجهزه. هذا الجهاز ما طلب تطبيق، فبعض الاجهزه ما راح يظهر، راح يطلب تطبيق ثاني اللي هو هذا. نقدر نحمله من هنا، مكتوب تنزل جوا. راح يظهر لك هذا الداونلود، تضغط عليه وتحمله. هم كذاك ما راح احمله لان اني محمله. مثل ما تشوفون يقول لي يطلب تنزيل، ننطي تنزيل. خلينا نرجع على التطبيق ونشوفه. هذا التطبيق جدا رائع، يعني راح يجمع لك اول شيء، راح اول ما تثبته راح يطلب منك تحديث. اكو بيها ما يطلب تحديث، بس اذا طلب منك تحديث حذفه عادي. نضغط هنا، اذا شغلناه راح يجمع لك كل الالعاب. شكو عندك لعبه، هو اصلا هذا اسمه جيمنج لانشر، يعني للالعاب. فيجمع لك شكو عندك لعبه، هاي اول نقطه. يعني راح يشوفون المميزات اللي بيه موجوده. طبعا انا عندي هذا التطبيق من زمان، بس ما عرفت يعني بيه مميزات مثل هذه المميزات اللي موجوده بيه. فمثلا هسه احنا جمع لك هاي اول شيء، جمع لك هنا التطبيقات. فنيجي على هذا الخيار اللي جوا هنا مثل ما تشوفون، نضغط عليه هذا اللي هنا. هنا شي يقول لك يعني تريد التركيز على الاداء، تريد متوسط، تريد تركيز على الطاقه، يعني على البطاريه والهاي. احنا نخليه على الاداء، احنا نريد نركز على اداء اللعبه، فنخليه على تركيز الاداء. وبعدها شو نسوي؟ بنضغط هنا نشغل هذا الخيار. هنا النقطه الحلوه انه يقول لك تختار ركز الاداء على لعبه معينه. تختار، انت تقدر تركز على اكثر من لعبه، لكن انت خلي تركيزك على لعبه. اكثر شيء نلعبها احنا هي البابجي، فتيجي على البابجي تنطيها تركيز على الاداء. نضغط هنا عندك هاي يطلع لك هيك هذا الخيار، وتخليه على التركيز على الاداء، وننطي تطبيق. مثل ما تشوفون اذا قنطيت تطبيق يقول لك راح تغلق التطبيقات المشغله حاليا، يعني راح يصير الاداء كله وين؟ على هذه اللعبه. يعني من تيجي تلعب بابجي كل الطاقه مال الجهاز، الاداء، الرامات والهذه والسرعه كلها تصير باللعبه بابجي. شلون اذا تعرفونه بالحاسوب؟ ما اعرف شلون راح اوضح لكم اياها. من تخلي الطاقه كلها على مثلا على الرامات، فانت تخلي طاقتك كلها وين؟ على اللعبه. المهم ننطي موافق. هسه صارت هذه اللعبه بابجي كل الطاقه عليها، اللعب والاداء كلها عليها. طبعا هنا تيجي على الخيار هذه 3 نقاط، بعدين نجي على الضبط. هنا تيجي تفعل هذا الخيار حتى تنجمع كل الالعاب اللي بالشاشه الرئيسيه تصير بهذا التطبيق. اما هذه الباقيات مو مهمات. طبعا بالاجهزه الحديثه تقدر انك تخفي شعارات، توقف كل الشعارات بالتطبيق هذا. طبعا راح يصور لكم اياها هذه على جهاز الموبايل. هنا بالاجهزه المتوسطه ما يقفل الشعارات، يعني يقفل الشعارات مال تجيك مثلا اتصال ماسنجر، اتصال هاتف، اي شعارات تجي يخفي لك اياها. هسه اشوفكم اياها بالموبايل مالتي. راح اطفي الكاميرا من هنا وننتقل على الموبايل اللي عندي واشوفكم المميزات الباقيه. طبعا هذه المميزات اكو بيها يعرفوها واكو ما بيها ما يعرفوها. فحبايبي اللي يعرفها يعني خليه يغلس ينطينا لايك. انا دا اشرح اللي ما يعرفها. تمام حبايبي؟
اللي ما يعرفها طبعا من هاي البرده اللي تنزلها مو من فوق البرده، هذه من الجهه اليسرى او اليمنى، هاي تنزلها من هنا تطلع لك هذا الشريط اللي هنا. تقدر من هذا الشريط طبعا تيجي على هذا الخيار اللي هنا اول واحد، اذا ضغطنا هنا راح يوقف لك الشعارات مثل ما تشوفون المكالمات وكل شيء، يعني اي شعار يطفي لك اياه من يشغل هذه الخيارين. وهنا الحلو بيه كذلك بتسجيل الشاشه، يعني تصور الشاشه هنا، يعني اذا تريد تصور لعبه او تريد تصور اي شيء تقدر تصور الشاشه الفيديو من هذا التسجيل اللي هنا. واذا تريد تلتقط الصوره من هنا، صوره للشاشه من هذا الخيار تلتقط الصوره. وهذه الشغلات هذه اللي ما لنا علاقه بيها. وهذا يا حبايبي هو التطبيق المميز اللي يفيدكم بالالعاب للاجهزه المتوسطه. وقلنا لكم يا حبايبي الاجهزه الضعيفه انا عندي شرح يفيدكم، يعني خاصه يسرع لك الموبايل سرعه فائقه، يفيد كل الاجهزه الضعيفه والمتوسطه والقويه. انا ان شاء الله دائما ابحث عن شيء يفيدكم، يعني حتى تكون اللعبه باكثر اداء تشتغل عندكم، ودا احاول بقدر الامكان اجيب لكم الاشياء اللي تفيدكم، وان شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو اليوم. وصلنا هذا المقطع الى 3000 لايك، طبعا طلبت منكم ذاك المقطع 2000 لايك، وصلتونا اياه 12000 لايك، يعني جتني فوق ال 2000 لايك جتني 10000 لايك، واريد هذا المقطع 3000 لايك وانتم عاد ما تقصرون والله. واما بخصوص هاي العروض اللي جايه هسه هنا ما دام بفلوس وغاليه شويه، فلهذا انا ما سويت عليها فيديو. وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم اخوكم حسين من قناه المقنع، مع السلامه. Let's go!